السيراميد كاين واحد الملف اخر ما تقولش لي عاوتاني امام القضاء، ما غنقولش فيه رايي، هو هذا خرق الحدث في هاد اليومين. جوج ديال المراهقين شدوهم في قبله مسروقه وكاين المتابعه. كيفاش؟ جوج المراهقين في مدينه ناظور النيابه العامه ناظور قبطوهم في قبله. لا هما تصوروا في فيسبوك او لا تصوروا فتحت المتابعه. لا دابا شوف مشيو ديال مساكن ولا مشيو ديال مساكن الله يخليكم هاد اللغه هادي صعيبه. شوف الله يخليك، شوف الله يخليك، يمكن النيابه العامه تكون اصابت، يمكن تكون اخطات. هذا الموضوع سمعت عليه وانا جاي الان عندكم، اتصل بيا مسؤول على الموقع، هذا المواقع الالكترونيه، وخبرني بالموضوع، والحقيقه انه هو اول من اشار لي به. غادي نقول لكم انني قلت له غادي شوف شنو سأستفسر وسأقول لك ما ينبغي أن أقول. اللي نأكد لكم هو أنه إلى النيابة العامة في ملف معين تاخذ شي موقف، وكان هذاك الموقف يعني مجانب للصواب. احنا في وزارة العدل يمكن لنا نتحمل مسؤوليتنا ونطلبوا تصحيح الموقف، وقد فعلنا مرارا وآخرها فعلنا واحد الملف بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديالو في تونت، بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديالو. ديما ديك انتم دا لكم تسوءكم ياك السر. هي هذه غير هذا الملف في احد الباب تدخلوا فيه بصراحه. لا ما نقدرش ممكن ندخلوا فيه ولا ما ندخلوا فيه، يعني احنا والله يشهد ما كنخاطبوش القضاء، كنخاطبوا النيابه العامه، ولكن متى راينا ان هناك يعني خطا كبير وكذا كنقولوا راينا، والاخوان في النيابه العامه الله يجزيهم بخير كيقدموا ملتمسات وشانهم. فانا الان ما غنقدرش نقول لكم حتى شي حاجه، ولكن تاكدوا بان الساده الوكلاء العامون والساده وكلاء الملك يقومون بواجباتهم، وهما اللي كيتحملوا مسؤوليتهم، لانهم هذيك مسؤوليه يعني على عاتقهم، خصهم يؤديوها على الوجه المطلوب، والحمد لله كنظن راهم كيقوموا بواجبهم. ولكن في حال الى واحد الملف وصلنا احنا كنتصرفوا في هذه المرحله اللي باقا النيابه العامه تابعه لوزير العدل، وكنحاولوا نصحوا ما استطعنا الا سبيلا من خلال تقديم الملتمسات على النيابه العامه، والقضاء له وسع النظر. وكاين اللي كيقول خلال هذه الحاله الناس بداو كيتنكتوا شي شويه، كيقول لك اللصوص القبل دغيا تشدوا، ولصوص المال العام ولا القضايا الفساد اللي كان كيتكلم عليها السيراميد يوم كان صقرا من الصخور واسدا من الاسود يزأروا في البرلمان. ما شفنا حتى شي ملف زعما ملفات بالعشرات يا اخي على طول المغرب وعرضه كيتعلقوا بهذه المسائل هذه.